فالمسائل المصيرية أقصر السؤال فيها على كبار السن، لأنهم هم أهل الحكمة وأهل التجارب وأهل المعرفة وأهل الدراية. أطعنا علماءنا في غزو صدام للعراق فخرجنا بكل عافية ولله الحمد لله. أطعنا علماءنا فيما بعدها من النوازل والقلاقل، ولما خرجت داعش والقاعدة وتعددت الجبهات التي تدعي الجهاد وغيره، أطعنا علماءنا ولم نفتح قلوبنا ولا أسماع رؤوسنا لغيرهم، فخرجنا بكامل المصلحة وكامل السلامة ولله الحمد. وهكذا الأمة متى ما نزلت نازلة إياك أن تغضب على العلماء. العلماء قد يقولون شيئا لا تريده أيها الصبي، ولكن انتبه، إياك أن تدير دفة العلماء حتى يتكلموا بما تريد، فربما ينطق العالم بما لا تريد. أطيعه وإن كنت لا تريد، أطيعه وإن لم يوافق رأيك، أطيعه وإن رأيت أنه منبطحا للحكام، أطيعه وإن رأيت أنه يحب الدراهم والكراسي، أطيعه وإن وصفه غيرك من أصحاب القنوات بأنهم منافق آل سلول. أطيع العلماء واترك هؤلاء، والله هؤلاء لا يريدون لا بك ولا بعلمائك ولا ببلادك ولا بأمنك إلا الدمار، وأول من سيضحك عليك وعلى بلادك إذا ذهب أمنك هم هؤلاء الكلاب. أطع العلماء، أطع علماء بلدك، قف عندما إذا قالوا قف فقف، إذا قالوا تحرك فتحرك، إذا قالوا دع فدع. إياك أن تتقدم على العلماء بقول أو باجتهاد أو بعقل أو برأي أو بنقل. هذه المسألة التي نحن في صددها العلماء يقررون فيها تقريرا يخالفهم فيها بعض الشباب الذين امتلأوا علما لكنهم شباب، يبقى أنهم شباب. فأنا لا أطيع فيها هؤلاء ولا أطرق باب هؤلاء ولا أتتبع فتاوى هؤلاء الشباب أبدا، حتى وإن كنت أثق في علميتهم لكن لا أثق في حكمتهم. وأطرق باب هؤلاء العلماء مع أن هذا الصبي عنده من الأحاديث ما ليس عند هذا الكبير، عنده من المتون والمعرفة برجال الأسانيد ما ليس عند هذا الكبير، لكن والله ما أطرق بابك في هذه النوازل، أطرق باب هذا العالم، لأن النوازل قد لا تحتاج إلى كثير علم وإنما تحتاج إلى وفور حكمة. صح ولا لا؟ وفور حكمة. النوازل ما تحتاج إلى كثير علم غالبا، وإنما تحتاج إلى وفور حكمة، حسن تعامل، وهذه لن أجدها عند هذا الشاب المتحمس الذي سيملأني من حماسته حتى يفجر ما في داخلي فأهلك الحرث والنسل ولا عندي في أحد وعلي وعلى أعدائي. لكن هذا العالم سأخرج من عنده وقد بصرني بما أمامي وعرفني بحقيقة الفتنة وأعطاني بعض التجارب التي مرت عليه في حياته. فلن أطرق باب هذا أبدا، وإنما أطرق باب العالم الكبير. ترى والله ما أقولها نفاقا ولا مجاملة لأحد، والله يشهد على قلبي أني ما أقولها لا نصحا للشباب. انتبهوا يا شباب، في مسائل الأمة المصيرية لا تسمعون شعيط ولا معيط من الشباب، حتى ولو حفظوا الكتب الستة كلها، حتى ولو حفظوا القرآن والتوراة والإنجيل، ما خلوا كتابا إلا حفظوا. لا تسألهم، سل هؤلاء الكبار، سل أهل الحكمة، سل أهل العقل الناضج، أهل التجارب الكثيرة، أناس انحنت ظهورهم في التجارب وشابت شعورهم ومرت عليهم قلاقل وزوابع وصارت عندهم الخبرة والدراية. يا رجل، الخبرة والدراية. الطبيب الذي مضى في الطب عليه 60 سنة والطبيب الذي تخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف لكن لا يزال متخرجا، أيهما أبصر بمهنته؟ صاحب التجارب ذا الكبير، عنده من التجارب والخبرة والدراية ما ليس عند صاحب اللي قرأ التجربة نظريا لكن لم يطبقها عمليا. هؤلاء الكبار قرأوها وطبقت عليهم على توالي السنين كثيرا. فنصيحة هل الإنسان اللي أمامكم لكم، لا تطرقوا أبواب صغار الأسنان في المسائل المصيرية، اطرقوا الكبار. طيب الكبار هذولي يقولون شيء وإنما لا، حتى ولو أنت الخطأ وهم الصح. يقول عمر رضي الله عنه يوم في صلح الحديبية كان يريد أن يغزو، كان مقهورا عمر من تلك الشروط التي رأى أنها ظلم للإسلام والمسلمين. يأتي أبو جندل ثم يسلم للكفار أمام عيني المسلمين وهو يرفل في الحديد،
إنه شيء يقهر، وبأمر رسول الله يسلم. فيأتي عمر يكاد ينفجر من القهر والغضب. كيف يا رسول الله؟ أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما نرضى الدنية في ديننا؟ ويأتي إلى أبي بكر، شو يقول له؟ لا، الكبير كبير السن، شو يقول؟ الزم غرزه يا عمر فإنه على الحق. الزم غرزه يا عمر فإنه على الحق. هكذا ينبغي أن نكون. أما التخبط في الفتن والضياع والتيه في برار الفتن، والله ما يرجع على الأمة إلا بكل ويل وخسارة. فأنصحكم لله، اطرقوا باب الكبار، إياكم والصغار، اطرقوا باب الكبار. ما يقوله علماؤنا الكبار هو الخير، حتى وإن اتهمتهم القنوات الفاجرة بأنهم كذابون، فالقنوات هي الكاذبة وعلماؤنا هم على الحق. حتى وإن اتهموهم بمجاملة السلاطين، والله ما جاملهم علماؤنا، والله ما جاملوهم. ويكذب من اتهم العلماء بهذا الوصف، وإنما يريد أن ينفر عن علمائنا. وإنما تعاملوا مع السلاطين بما تقتضيه الحكمة والعقل. هم سكتوا، لكن أنت ترى سكوتهم ضعفا، هم يرونه حكمة. أنت توك صغير يا ابن المسلمين، توك صغير، إياك أن تناطح بحكمتك وعقلك هؤلاء الكبار أصحاب التجارب. هذا الذي أدين الله به، وأنا أطلت في هذا، لكن معذرة. وصيتي لكم العلماء، اطرقوا أبواب العلماء الكبار، خذوا بتوجيهاتهم، قفوا عند رأيهم، تنازلوا عن آرائكم لآرائهم، اعتمدوا في واقعكم ما يقوله هؤلاء الكبار أصحاب العلم والأمانة والخبرة والتجربة العالية. فمن رضي فله الرضا، وإلا فكما قيل، فإن من لا يقتنع بالحق فهذا دليل على بعده عن دين الله عز وجل، وبعد عقله عن تلمس مواقع الحكمة.